السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى بما اني انا عايشة كده في اسكندرية هعمل لكم اكلة اسكندرانية على اصولها. يعني انتوا عندكم في القاهرة الكشري المصري، احنا عندنا هنا في اسكندرية الكشري الاسكندراني. الاتنين طبعا بيكون طعمهم حلو، والاتنين لهم طعم مختلف، والاتنين فيهم قيمة غذائية عالية. تمام. والاتنين يعني بيكونوا الى حد ما أكلة اقتصادية. طبعا دلوقتي مبقاش في حاجة اسمها أكلة اقتصادية أساسا. كيلو الرز بقى ب30 جنيه و32 و33، والعدس بقى سعره برضو غالي، فمفيش حاجة اقتصادية، خلينا متفقين يعني. حتى الأكل الشعبي مبقاش اقتصادي. بس الحمد لله، ربنا بس يديم ستره ونعمه علينا يا رب. أول حاجة كده بقى بعمل ايه؟ هنعمل الكشري اسكندراني. ده رز الضحى، فطبعا مش محتاج تنقية، او ان انا اساسا بيقولوا كمان ما يتغسلش، لكن انا بغسله عشان بحب انزل النشويات اللي فيه يعني. تمام. حطيت كده ايه 3 كوبايات رز، عليهم ربع كيلو عدس. يعني هو الكيلو اساسا بيبقى 4 كوبايات، يعني هو يعتبر كيلو عدس على رز، ربع كيلو عدس على كيلو الا ربع رز. تمام كده. هنقي بقى العدس عشان الصراحة مش ضامنة ان هو يكون متنقي ولا لا. قلت لا، لازم ايه انقيه الاول عشان اضمن بس ان هو ايه نضيف. كده انقيه. الصراحه ساعتها لقيته نضيف الحمد لله، ما تعبنيش يعني في التنقيه، ما لقيتش فيه حاجه يعني. هحط كده الاتنين على بعض وهقلبهم كده، وهغسلهم تحت الميه الجاريه كده هما الاتنين وهم على بعض، لان كده كده احنا في الحله ايه هنحطهم مع بعض، فمش محتاجه مثلا نحط العدس الاول وبعدين الرز او العكس. هما كده كده هيتقلبوا مع بعض في الحله. هنا بقى انا حطيت حبه زيت، انت ممكن في الحته دي وحبة زيت وايه حتة سمنة فلاحي. خلاص، هي برضه بتعمل سمنة فلاحي، بس هي جواها سمنة فلاحي انا مسيحها. يعني لما سيحتها حطيتها، كانت عندي العلبة دي فحطيتها ايه فيها. خلاص. المهم، هنا انت ممكن تبشري بصلة وتحطيها وتحمريها كده، وبعد كده تنزلي بالرز والعدس، لكن انا بحب اعمله كده، ما بحبوش بالبصل. لكن الناس كتير في اسكندرية هنا برضه بيشوحوا بصلايه، يحمروها كويس قوي، بيغمقوها كمان، وبعد كده ينزلوا عليها بالرز بالعدس، يبقى فيه شبه لون كده من الرز الصياديه بتاع السمك يعني. والكشري ده عندنا برضو في اسكندريه ناس كتير قوي برضو بتحبه جدا مع السمك المشوي، بدل ما يعملوا رز صياديه او رز حبه وحبه او رز ابيض. بس احنا هنا مشهورين في اسكندريه برز الصياديه مع السمك. احيانا برضو بيعملوا الكشري ده مع السمك المشوي، برضو بيبقى حلو قوي. تمام. بس احنا قلنا ايه يعني احنا بنحب السمك اكتر بالرز الصياديه، فقلت بقى اعمل ايه بيض مسلوق كده جنبه، وهوريكم هعمل ايه جنبه واحده واحده يعني عشان ما نتوهوش مع بعض. شوحت بقى الرز بالعدس كده مع السمنه والرز كويس، وهحط الملح، انا بحب احط بالمعلقه عشان قلت لكم كذا مره البتاعه دي بتخني، ممكن احس ان انا كبيت كتير وابص الاقي الاكل عادب، وانا ما بحبش الاكل عادب الصراحه، فبالمعلقه كده بيطلع معايا الاكل مظبوط. كنت بقى بغلي ميه. هنا حطيت حبة كمون كمان بيدوا نكهة حلوة قوي. وكنت ساعتها حاطة معيار الرز والعدس دوت في الكتل وبغليه، لان انا لازم اعاير. تمام. طب المعيار ايه؟ ال3 كوبايات رز عادي بياخدوا ال3 كوبايات ميه بتاعتهم. اما كوباية العدس دي بتحط لها يعني ايه كوباية الا ربع. فاهمين؟ مش كوباية مليانة يعني على اخرها، كوباية الا ربع كده. كوباية العدس بتاخد كوباية الا ربع. طبعا انت حسب المعيار يعني. خلاص. بس كده هسيبه بقى يتشرب. هسيبه بقى اول ما يتشرب كده هوطي عليه، وهجيب بيض اسلقه، وهنقشر بطاطس نحمرها. هنشوف واحده واحده هنعمل ايه برضو مع بعض عشان ما نتوهوش. وهعمل معاه بقى الطبق بتاعي الخطير اللي بحبه جدا جدا جنب اي اكله عموما، بس برضو مع الاكله دي بيكون حلو قوي. بصوا هنا بقى كانت عندي حله كده قديمه انا مخصصاها يعني لسليق البيض، كانت تيفال كده وبقت قديمه، بسلق فيها البيض على طول. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ الكشري بتاعي خلاص حطيته على العين التانية يتشرب، يعني هو خلاص اتشرب فوطيت عليه بقى يستوي. هنا بقى جبت حبة زيت وقطعت فلفل حتت صغنططة خالص كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. دي كده ايه اول خطوة. ده طبق الشتيتة او الفلفل بالصلصة، شوفوا انتوا بتسموه ايه. الطبق ده بيبقى حلو قوي جنب اي اكل، جنب الكبدة، جنب الملوخية، جنب السمك المشوي.
مع سندوتش جبنه بيضه. بصوا مع حاجات كتير قوي قوي بيكون طعمه حلو قوي، يعني بيدي طعم لاي اكل الصراحه. تاخدوا بقى من الصوص ده تحطوه على الكشري وتاكلوه، بيبقى طعمه حلو قوي. انا عايزه اقول لكم ان انا ماليش في الكشري الاسكندراني ده، بحب الكشري المصري اكتر، بس الطبق ده بيخليني اكله بجد، بيفتح نفسي جدا على الاكل وبيخليني اكله. بصوا بقى بشوحه لحد ما تحسوا ان هو اتقلى فعلا، يعني تحسوا ان هو اتقلى في الزيت، بس انا مقليتهوش، يعني انا دوبك شوحته. عايزه تقليه في الزيت عادي اقليه مفيش اي مشكله. وبعد كده بقى اعملي الخطوه دي، هتجيبي حبه زيت وتحطي فيهم معلقه توم مفروم او توم متخرط حتت صغنطوطه زي ما تحبي، واول ما التومه تصفر معاكي تنزلي بالطماطم اللي متقطعه ومعلقه صلصه كده، وبعد كده انزلي بالفلفل اللي انت قليه في الزيت. يعني ممكن الحركه دي تستبدليها ان انت تقلي الفلفل في زيت غزير جدا، يعني زيت غزير مطرح بطاطس محمره ولا حاجه، مفيش اي مشكله. لكن انا بستسهل بشوح في الزيت كده، وبروح اقلب. على فكره لو في زيت زياده في الطاسه بروح عشان ما يبقاش فيه زيوت كتير، بروح اصفيها كده في الحوض، وبعد كده احط حته التومه ودي الطماطم اللي متقطعه حتت صغيره، والتكه بقى اللي بتديها لون وطعم حلو قوي الصلصه اللي في البرطمان. حطي صلصه من البرطمان وبق ميه بقى طبعا عشان الطماطم دي تتسبك معاكي. وما بحطش غير ملح، ما بحطش اي بهارات خالص. جربوا الطبق ده هيعجبكم جدا جدا. زي ما قلت لكم ممكن تستبدلوا تشويحه الفلفل دي، لو مش هتعرفوا تسووه كويس يعني هتلاقوه هيبقى ني، عشان مش بحب الفلفل ني في الاكله دي يعني. ممكن تقلوه وبعد كده بقى تجيبوا طاسه فيها حبه زيت وتشوحوا فيها حته تومه، وبعد كده تنزلوا بالطماطم المتقطعه ومعلقه الصلصه. اول ما تتسبك تنزلوا بالفلفل المقلي، يعني ممكن كده او كده، الاتنين واحد يعني. تمام. يا اما زي ما انتوا شفتوا كده تشوحوا الفلفل بس بحبة زيت حلوين برضو، وبعد كده حاسين الزيت كتير عادي تروحوا تصفوه اول ما الفلفل يستوي، تصفوه في الحوض. يعني هو حبة صغيرين اللي هينزلوا، بعد كده هتحطي حبة مية في الحوض يعني، وبعد كده هتوسعي بقى وتحطي التومة بتاعتك. اول ما تصفري تنزلي بالطماطم على طول، وحبة الملح وحبة مية بقى عشان ايه الصلصة تتسبك معاكي الطماطم دي، ومعلقة صلصة. بس احلى طبق ممكن تاكليه زي قلتلك مع حاجات كتير قوي. هو نفس فكرة المسقعة على فكرة، بس احنا المسقعة بنبشر الطماطم او بنضربها في الخلاط، لما نجيب نقطع الطماطم حتت صغنطوطة مكعبات. بس كده بقى انا هروح احمر البطاطس والبيض بيتسلق معايا، وكده اكلتنا خلصت، ما خدتش معايا نص ساعة على بعض. ادي بقى منظر الكشري كان طعمه حلو جدا. وادي طبق الشتيتة ده بقى بتاخدي من هنا تحطي على الطبق، على طبق الرز كده، بيبقى طعمه حلو قوي. وادي البيض وادي بطاطس محمرة. ممكن البيض تدحرجيه في السمنة بيكون حلو جدا جدا، بس ولادي مش بيحبوه متحمر، فبالتالي قلت احمر لنفسي انا بس، لا خلاص بقى ما رضيتش احمر الصراحة، كنت انا وولادي بس اللي هنتغدى، فقلت لا ايه خلاص مش محمره لنفسي. بس كده بقى، متنسوش تحطوا اللايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب، واقول لكم مع السلامه.